الفيلم ده حقيقي انا اما جالي وقريته حسيت طبعا انا 86 كان بقى لي 20 سنة مخرج يعني. فاذا في يعني شوية خبرة اكتسبتها من التعامل مع مؤلفين مختلفين. كنت بعدها كنت قابلت طبعا اشتغلت مع وحيد حامد وعصام الجملاطي وأسامة أوغير طبعا وأسامة أنور عكاشة. فطبعا مع أسامة كنت عملت 3 مسلسلات: وقال البحر وأبو العلا البشري وعصفور النار. لا وعملت سينما كمان يا استاذ فاضل قبل لا كده. يعني كان حب في زنزانة 82 فأنا قصدي يعني قدرت فعلا أحس إنه زي ما أنتوا شفتوا في المشهد أو المشاهد اللي شفتوها دي وأنتوا ناس مهتمين بالسينما، قد إيه حوار يعني كل شخصية لها حوارها. طبعا. وده مش سهل، مؤلف لسه بيكتب أول حاجة انه يعمله، لا ده اكيد كتب وقطع وكتب اكيد من غير يعني. انا حسيت ان ده كلمة مؤلف محترف يعني. كان في شوية مناقشات خاصة بالاحداث بالسيناريو، لكن انا مثلا بالنسبة للحوار زي ما شفته كده كل شخصية بتتكلم بشخصيتها. الدكتورة لها حوار، المريض عبد الله محمود له حوار، صلاح السعداني الشخصية. ودي أصعب حاجة عند أي مؤلف. يعني في مؤلفين كتير يعني بنشوف حاجات كده ما تعرفش الشخصية دي ايه. لسان حال الشخصية. أي لا يعني بيتكلموا حاجة واحدة. مم. يعني ما تعرفش ده أصلا ده دكتور ولا ده راجل شوارع يعني ما اعرفش. لكن هنا بقى فعلا مع عصام سماع حسيت انه لا ده عارف الحكايه كويس. انا ما اعرفش، يمكن ياسر يحكي لنا اكتر. معلش انا ما استخدمش الفاظ مش كده القاب يعني. ألقاب. لا ما فيش القاب.